في أفلام بتتفرج عليها وفي أفلام بتتفرج عليك. فيلمنا النهاردة مش مجرد قصة، لكنه صدمة إنسانية بتخبط فيك من أول لحظة من غير تجميل ولا رحمة. بيحطك جوه عالم تقيل قاسي مليان وجع حقيقي. الفيلم بيدور حوالين بنت مراهقة عايشة تحت الضغط إنساني ونفسي يكسر أي حد. بتحاول رغم كل الظروف اللي ضدها إنها تلاقي صوتها وتتمسك بأي فرصة تغير بيها مصيرها. الرحلة هنا مش سهلة ولا مريحة، لكنها صادقة لدرجة بتوجع، عن إنسان بيتحارب من كل اتجاه وبيحاول بأضعف الإمكانيات إن هو ينجو. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الملخص للنهاية. ما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث في مدينة هارلم سنة 1987. بنشوف بنت وهي خارجة من الفصل بتتكلم بلسانها وبتقول لنفسها أنا هظهر في يوم من الأيام على غلاف مجلة، لكن بتفتكر كلام مامتها وهي بتقول لها انتي محدش هيحب يشوف شكلك ولا منظرك. بعدها بنشوف في الفصل مدرسة فحص اللي بتقول إنها بتحبها وهي شخصية اجتماعية، وبنعرف إن المدرس بتاعها بيسرح بخياله وهو بيبصلها. بعد كده بتروح لمكتب المديرة وهناك المديرة بتسألها هو انتي حامل لتاني مرة ازاي وانتي لسه عندك 16 سنة؟ اتكلمت مع المديرة وقالت لها أنا لازم أشوف مامتك واتكلم معاها في الحوار ده. بعدين بنشوفها في البيت ومعاملة مامتها ليها بسبب الدرجات اللي كانت بتجيبها، وبنشوف والدها وهو بيعتدي عليها، وفي كل مرة كانت بتحلم إنها مشهورة بتحقق حاجات كتير، لكن مامتها رمت عليها حلة مية علشان تصحيها من النوم. وبعد كده بتيجي المديرة وبتطلب منها تتكلم مع مامتها. بتقول للمديرة إننا مش عايزين نعمل كده، لكن المديرة بتقول لها أنا عايزاكي تكملي دراستك في مدرسة أعرفها ممكن تنفعك. بعد ما المديرة مشيت مامتها فضلت تسمعها كلمات محبطة جدا، انتي ولا نافعة ولا ليكي أي لازمة. طبعا هي تعبانة نفسيا من كل اللي بيتقال لها، عشان كده سابت مامتها وطلعت الأوضة تتفرج على صور في الألبوم وتتخيل نفسها ومامتها وهم في علاقة كويسة مع بعض. وتاني يوم لما بتخرج من البيت بتقابل صاحبتها وبتطلب منها يلعبوا شوية، لكن هي بتقول لها إنها رايحة المدرسة، ولما راحت المدرسة كان عندها اختبار تحديد مستوى. طبعا هي كانت أمية ومش بتعرف تقرأ ولا تكتب، وكان باين قوي تعبها وهي بتحاول تحل الاختبار. وهي راجعة هجم عليها شوية شباب وبعد كده وقعت على الأرض وأغمى عليها. لما رجعت البيت كانت بتدور على فلوس المفروض تشتري بيها أكل اليوم ده في البيت. اكتشفت إن مامتها صرفت الفلوس على المخدرات وما كانش ساعتها عارفة تعمل إيه، وراحت لمطعم وطلبت منهم أكل، وبعد ما أخدت الأكل جريت من غير ما تحاسب. بعد كده راحت على المدرسة وكانت مكسوفة من منظرها وهي حامل، وكان في بنات كتير في الفصل وكل بنت عندها مشاكلها. لما خلصت المدرسة بتعرف المطلوب منها تقرأ وتكتب وتحفظ. طبعا هي عمرها ما عملت الكلام ده قبل كده. بعد يومين جت بنت استغربت واحدة في الفصل علشان كانت بتتريق عليها. ساعتها المعلمة عاقبت البنت اللي اتنمرت، ولما رجعت البيت المدرسة كلمت مامتها وقالت لها إني بكلمها، وبتروح ساعتها مامتها للمدرسة البديلة، ومامتها بتقول لها ما تروحيش المدرسة دي أو تروحي بكرة لأنك تعبانة. لما بتخلص الأكل مامتها بتقول لها أنا مش عايزة آكل حاجة من إيدك، وفضلت بريشيوس تشتغل وتخدمها. كانت بتتفرج على التلفزيون وهتتخيل إن مامتها بتعاملها كويس، وبنعرف إنها بتتمنى تشتري تلفزيون لنفسها وتتفرج عليه. وبنعرف إن عندها بنت اسمها مانجو وعندها متلازمة داون، ولما المسؤولة الاجتماعية بتيجي تشوف أحوالهم مامة بريشيوس بتبين إنها مهتمة بمانجو وبتقول أنا بدور على فرصة شغل بس مش لاقية، وكل ده طبعا علشان يزودوا الفلوس اللي بتجيلها وتصرفها على المخدرات. لما المسؤولة سألتها عن علاقتها بوالدها لكنها كانت دايما بتنكر وترفض، وإنها عارفة إنها بتبوظ الدنيا بسبب الكلام اللي قالته الأم خدت كل الفلوس، وده معناه إن اتقلب حالها. مع مرور الأيام بتفضل تتعلم حاجات كتير في المدرسة، وكل اللي عايزاه إنها تتعلم وتقرأ في يوم من الأيام. في المدرسة جالها الطلق وهي لوحدها، عشان كده راحوا بيها على المستشفى فورا. بعدها أصحابها في المدرسة زاروها واطمنوا عليها، والدكتور كمان كان بيأكلها الأكل بنفسه. وبعد ما بتحس إنها خفت بتخرج، وبعدها المعلمة بتشكرها في اللي عملته وبتقول لأولادها يروحوا المدرسة علشان يتعلموا. بعدها بعتت رسالة تانية للمسؤولة الاجتماعية بتقول أنا مش عارفة أتعامل مع أولادها في المستشفى، علشان تطمن على حفيدتها كمان وعلى ابنها الصغير. وقتها بريشيوس كانت مبسوطة إن أمها مهتمة، وعبرت عن تجربتها إن بنتها وحشة قوي، والمعلمة قالت لها أنت ممكن تسيبيها، والمديرة عملت مجهود وبتهتم بيها علشان تكون مربية كويسة. لكن اللي بنكتشفه إن مامة بريشيوس كانت بتخطط لكل ده،
وبعد كام يوم رجعت للبيت عند أهلها علشان تشوفهم. وقتها مامتها طلبت منها ترمي الولد على الأرض، وهاجمت بنتها لما قررت تمشي من البيت ووقعت من على السلم. مامتها كانت هترمي التلفزيون عليها، لكن بريشيوس عرفت تبعدها في آخر لحظة. بعدها بتخرج علشان تركب القطر وتروح المدرسة بتاعتها، وما كانتش عارفة تعمل إيه. وبنشوف المعلمة إنها كانت عايزة تساعدها لأن مامتها بتأذيها وبتأذي ابنها، وقالت لها اقعدي معانا اليومين دول علشان نلاقي مكان كويس. واكتشفت بريشيوس إن المعلمة بتاعتها هي كمان عندها ميول وحياة خاصة. بعد فترة بريشيوس بتاخد جايزة في محو الأمية، وبقت مبسوطة وبتحتفل هي وباقي زمايلها. والمعلمة بتقول لها إنها هي كمان عندها مشاكل مع والدتها بسبب حياتها الغريبة، ومامتها كانت معترضة عليها. دلوقتي هي عايشة مع ابنها اللي بقى عنده 9 شهور، وبتحاول تلاقي شغل خاص بيها وتصرف على ابنها. مامتها بتيجي وبتعرف إن والدها مات بسبب مرض الإيدز، وبريشيوس ما كانتش مستغربة. مامتها قالت لها خلي بالك من نفسك، انت كمان ممكن تكوني متصابة. وبعد كده كان عندها امتحان، وعرفت من المعلمة إن نتيجتها في الامتحان كانت كويسة، لكن بريشيوس كانت مكتئبة ومخنوقة لأنها عرفت إنها هي كمان عندها الإيدز فعلا. وقالت للمعلمة أنا مش هعرف أخلي بالي من ابني. وكان نفسها تلاقي حد يحبها وما لقتش، وقالت إن مفيش حد في حياتها، لكن المعلمة قالت لها إحنا بنحبك كتير. أو بعدها بريشيوس بتقعد مع أخصائية اجتماعية علشان تعرف التشخيص، وبتطلب من الأم تحكي اللي حصل. لما بتشوف التقرير بتعرف إن عندها فيروس نقص المناعة البشرية، وطول الطريق وهي مروحة وهي زعلانة. وبدأت بريشيوس تكلم صاحبتها في الفصل وإنها تشتغل علشان تصرف على أولادها، وبتروح للأخصائية الاجتماعية. أو لما بتدخل بتبدأ تحكي لها كل اللي حصل من أمها وأبوها، وبدأت تحكي المعاملة القاسية اللي كان والدها بيعاملها معاها. وبعدين راحت لبنتها وطلبت منها تسامحها، وقالت للمسؤولة أنا مش عايزة فلوس خلاص. وراحت لبنتها وقالت لها أنا مش هعرف أجي لأن عندي امتحانات ومش فاضية. أخدت ولادها وقالت إن دي بداية جديدة، لازم تنسى كل الحاجات الوحشة اللي حصلت معاها طول حياتها وتبتدي من أول وجديد علشان خاطر ولادها. وبعد كل اللي عدى معاها وكل اللي هي مرت بيه، يا ترى هتقدر تعيش حياة سوية وتربي ولادها ولا لأ؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واستنونا في فيديو جديد. أو ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look